السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نهني الأمة الإسلامية بصفة عامة وأهل السودان بصفة خاصة، والتهنئة موصولة إلى أفراد القوات المسلحة وكل من ينتمي للقوات المسلحة وكل من يدافع عن حياض الإسلام وعن المسلمين وعن أهل السودان. نقول لهم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود علينا العيد ونحن أكثر أمانا وسلاما واطمئنانا، وأن يحفظ أهل السودان من كل أمر مشين، وأن يتقبل الشهداء، وأن يشفي المرضى، وأن يداوي الجرحى، وإن شاء الله أن يعود علينا العيد ونحن بفضل الله في رفعة وفي استقرار وفي أمن. وهذه التهنئة اللي هي دائرة خاصة يا إخواننا المرابطين في الثقور، مجاهدين في سبيل الله، أفراد القوات المسلحة، وأي زول يدافع عن أهل السودان ويدافع عن الإسلام، عن حرمات المسلمين، عن الحرائر وعن النساء وعن الأطفال وعن الآباء والأمهات وعن المقدسات. أي زول يدافع نقول له والله جزاك الله عنا خير الجزاء، رغم الجراح والابتلاءات ورغم الضيق، نعم، والآلام. واحد تلقاه مجاهد سبحان الله في سبيل الله، ترك وراه الزوجة والأهل والأحبة وقدم نفسه، يقدم نفسه رخيصة فداء الإسلام والمسلمين وفداء أهل السودان وفداء أعراض المسلمين ونساء المسلمين عموما. أبشركم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله. اسمع لهذا الحديث يا رعاك الله، اسمع هذا الحديث يا أفراد القوات المسلحة، شرف السودانيين بفضل الله. والله إن شاء الله الشعب السوداني ما حينسى لكم الوقفة دي على الإطلاق. أي سوداني عنده نخوة وعنده مروة وعنده صدق ما بينسى لكم الوقفة دي بإذن الله، وكفاكم إنه يكون أجركم على الله. من كان أجره على الله فلا يحزن على الإطلاق. ما يهمكم الكلام المرجفين، ولا يهمكم الناس اللي يتكلموا داير يفتوا في عرض القوات المسلحة أو دا يدمروا السودان، ما يهمكم. اسمع لهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله، رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر، خير من قيام شهر وصيامه. رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه. يوم واحد بس في سبيل الله كأنك انت أو أفضل لك من إنك تقيم الليل شهر كامل، أو تقوم الليل شهر كامل، أو تصوم شهر كامل أفضل. ما بالك يا أخواننا بالناس ما شاء الله قاعدين ثادين الثقور، مرابطين يا أخواننا في الخنادق شهرين وثلاثة وسنة، من أجل إنه يا أخواننا يأمن الناس، ومن أجل إنه الناس تعيش مطمئنين، ومن أجل إنه يدافعوا عن حقوق المسلمين. لأن يا إخواننا هؤلاء الغزاة الذين يريدون أعراض المسلمين ويريدون أن ينتهبوا ثروات البلد باسم شنو يا إخواننا؟ قال باسم الديمقراطية، وما عارفين الديمقراطية ذاتها معناها شنو ذاته. الديمقراطية ذاته في حد ذاتها أمر بقيض، وربما يكون أمر كفري ذاته، لكن مسكون في الكلمة دي ذاته كيزان وفلول وكذا وكذا. لكن الأصل إنهم عندهم ينفذوا في مخطط غربي خطير ينفذوا فيه، وبكل أسف استخدموهم كأداة لهذا الأمر وهم لا يعلمون من جهلهم وغبائهم، حتى وإن ساندهم بعض المتعلمين، لكن لأنهم باعوا آخرتهم بعرض من الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى كل حال هو دل أمرهم أمر الخوارج. نقول لكم جزاكم الله عنا خير الجزاء، المجاهدين أفراد القوات المسلح، وكل من حمل السلاح، وكل من كتب كلمة يعلي بها شأن الإسلام والمسلمين، لأن الجهاد بالحجة والبيان كما أنه بالسيف والسنان. زي ما في ناس أغلام مسمومة، زي ما ذكرنا في فيديو آخر، أغلام مسمومة وعاونوا المتمردين، في أناس بفضل الله أقلام تكتب بفضل الله الخير وتجاهد في سبيل الله بالكلمات وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبالدفاع عن أهل السودان وعن أعراض المسلمين. ونقول لكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. وأخيرا للشعب السوداني كل عامة نقول لكم يا إخواننا الأيام دي أيام مباركات، أيام تسامح وأيام رحمة
وأيام فضل وأيام خير. الذي ضحى يحمد الله سبحانه وتعالى، عنده أضحية يضحي ويتفقد جيرانه إن شاء الله، ويتراحم الناس مع بعضهم البعض. وكل واهدي لجيرانك وتصدق منها، خصوصا يا اخواننا في ايام المخمصه، ما تدخر شيء كثير، ادي الناس يا اخواننا. لانه شنو يا اخواننا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين انه قال: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. المسألة ناس كثيرين الآن الأضحية ما واجبة عليهم، لكن ربما يكون محتاج للحم يا اخواننا، محتاج لأنه لأكل لدقيق. المهم على كل حال يتعاونوا معاهم ولو بحاجة يسيرة. من فرج عن مسلم كربة، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تلقاها قدام. ولسان حال الناس بفضل الله، الزول المسلم والدائر الخير لسان حاله يقول: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كما قال صلى الله عليه وسلم: هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. تفقدوا يا أخواننا المساكين والأرامل والمحتاجين، وأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه ديها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. وقبل الأمر ده يا أخواننا نسبقوها بتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، توبة من جميع الذنوب والمعاصي. وأولا يا أخواننا الشرك، أعظم جريمة عصي بها الله سبحانه وتعالى الإشراك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. السودان يا أخواننا فيه قرابة 3000 قبة، فيه قرابة 3000 غبة، وفي شرك صريح وواضح وبين. وجب إنه نترك الأمر ده ونعبد الله سبحانه وتعالى بحق يا أخواننا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. آمنوا لا يمكن يكون إيمان يا أخواننا بشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن يا أخواننا نتوب من جميع المعاصي، نتوب من الحقد، من الحسد، من قطيعة الأرحام. بعض الناس الآن تلقاه صايم يوم عرفة، إي والله صايم يوم عرفة ويجيه العيد وتلقاه قاطع جاره أو قاطع صلة رحمه، إن أبوه أو والد أو أخوه، سبحان الله، بسبب تافه. أمر يكون تافه، سبب ولادات، والله حتى شكل بيناتنا، والله حتى دمت داني الحاجة الفلانية. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. أخواننا لا بد من نكون نحن كبار بأعمالنا، كبار يا أخواننا، نترك الأمور دي كلها جانبا، نقطع صلة الأرحام. الأمر خطير. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أخواننا نقطع أرحامنا كيف؟ اللعنة حتجينا. نعمل المعاصي والمفاسد والإشراك بالله سبحانه وتعالى ودايرين الوضع يتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طهروا قلوبكم يا أخواننا من الشرك ومن الرياء ومن الحسد ومن الكراهية ومن البغضاء. تسامحوا وتراحموا وارحموا إخوانكم وارحموا أهلكم وجيرانكم. من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى وفرح وسرور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اكثروا من ذكر الله والاستغفار، لأن الاستغفار جالب لكل خير. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفروا ربكم وأكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الدعاء. أدعو الواحد لنفسه ولأهله ولذريته، وادعوا لأهل السودان يا إخواننا، وادعوا لإخواننا المرابطين يا إخواننا في الثغور. نسأل الله ربنا أن يوفقهم وأن يرعاهم وأن يحفظهم من كل أمر مشين، وأن يخلف لهم خير ما قدموا من أوقاتهم، وأن يحفظ لهم ذراريهم، وأن ينصرهم على عدوهم. إنه بالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.